انا وصلت اني اشتغل في مايكروسوفت كسيلز انجليزي واقبض 30000 جنيه. بعدها اترقيت ومرتبي وصل ل 70000 جنيه كتيم ليدر، وده كان بعد ما بدات اتعلم انجليزي صح. بس اول ما بدات اتعلم خالص ضيعت وقت كتير جدا بحفظ كلمات وقواعد جرامر، بقرا كتب، وحتى خدت كورس، ولكن كانوا بيدرسوا لي بمناهج شبه مناهج الحكومه، والنتيجه كانت اني بترجم الكلام في دماغي ومش بتكلم بطلاقه. ومش كده وبس، كمان مش بتيجي في دماغي كلمات الانجليزي. ولكن بعد ما عرفت طريقه الطلاقه في 4 لقيت نفسي بفكر بالانجليزي بتكلم بطلاقه، والكلمات بتيجي في دماغي بدل كلمه 4 وبنقي منهم انهي اصح. عارف السؤال اللي في دماغك بعيدا عن سؤال ايه هي طريقه الطلاقه في 4، انت عايز تسالني اتعلمت انجليزي في قد ايه؟ في ناس هتهاجمني دلوقتي وتقول عليا ان انا ما بفهمش حاجه، لكن اي حد يقول لك انك محتاج سنه و9 شهور عشان تتعلم انجليزي، اعرف ان ده يا اما بتاع كورسات وعايز يدبسك معاه ويدفعك 5 و6000 جنيه علشان تاخد الكورس بتاعه، يا اما بقى واحد صاحبك وبتاع الكورسات ده جه واقنعه بكده وهو بيعيد وراه. انا اتعلمت انجليزي بالظبط في 4 شهور، ومن هنا جت طريقه الانجليزي في 4. اعرف ناس اتعلمت في 6 وناس اتعلمت في 3، فهو في الرينج ده. ولكن محدش بيبذل مجهود كل يوم وبيوصل لسنه و9 شهور والارقام دي. ده معناه انك يا اما معاك مدرس وحش او انك مش ماشي على خطه صح. قبل ما اقول لك على خطه الانجليزي في 4 هقول لك على حاجه هتفهم منها هتبدا تتعلم انجليزي منين. اول ما بدات اتعلم انجليزي اللي اخرني وضيع وقتي اني كنت تايه ومش شايف الصوره الكبيره. كنت اخش على اليوتيوب واكتب كورسات انجليزي وكيفيه تعلم اللغه الانجليزيه، وكنت باخد دروس متفرقه، درس فوناتكس من هنا على درس فوكابلري من هنا، واجي اخر اليوم انسى الكلام ده كله. علشان ما نعملش كده هنقسم اللغه لثلاث اجزاء: فوناتكس او صوتيات، فوكابلري او حصيله لغويه، وجرامر او قواعد. الفوناتكس هي قواعد الاصوات. افهمك، الانجليزي فيه مصيبه كبيره جدا، وهي ان الانجليزي لغه بتتكتب غير ما بتتنطق. ده عكس العربي. في العربي الكلمات بتتنطق زي ما بتتكتب بالظبط. دي كلمه كتاب، كاف ت الف ب، هتتنطق كتاب زي ما بتتكتب بالظبط. لو رحنا بقى للانجليزي، انت قول لي كده الكلمه دي، دي كنايف. كنايف دي بتتنطق نايف، الكي سايلنت. مثال تاني، دي اسكت اسكت. انا عارف انك هتقول لي ويدنس داي، ويدنس دي بتتنطق وانس داي، وانس داي. وعندك مثلا كلمات زي دي اير، فير، جير، فتتوقع دي بتتنطق ايه؟ بير؟ لا، البير ده اللي هرميك فيه. دي بتتنطق بير، بير، وهكذا بقى. فمن الاخر النطق غير الكتابه، فعلشان يحلوا المشكله دي عملوا رموز شبه رموز الكتابه ولكن للنطق. فلو جبنا كلمه وينسداي هنلاقيها بتتكتب في الفوناتكس او علم الصوتيات كده زي ما بتتنطق بالظبط، وكلمه زي نايف هتتكتب كده زي ما بتتنطق لان الكي سايلنت فمش هيتكتب. ففي الفوناتكس او علم الصوتيات هتلاقي الكتابه مظبوطه مع النطق، وعلشان يميزوها عن الحروف العاديه بيحطوها بين الاثنين سلاشز دول. فباختصار الفوناتكس ده هو مجموعه من الرموز بتبين الكلمات زي ما بتتنطق بالظبط. طب انا كده استفدت ايه؟ ما انا ما اعرفش نطقها اصلا، هكتبها ازاي؟ ما هو الفكره ان في نمط بيتكرر. لو قعدت تدرس الكام صوت اللي في الانجليزي وعرفتهم كلهم، كام صوت؟ ايوه، اهم اصوات في الانجليزي هم 32 صوت بس. لو درستهم صح تعتبر قفلت الانجليزي، وهتلاقي نفسك عقلك لا اراديا بينطق صح. استنى، انا كنت مشترك في كورس مع الست زيزي ملكه الانجليزي، وقالت لي ان مش مهم النطق، اهم حاجه اللي قدامك يفهمك. انت دلوقتي قدامك خيارين: تركب عربيه 128 ولا تركب عربيه لامبورجيني. هتختار ايه؟ ايه السؤال الغبي ده؟ اكيد لامبورجيني. ليه؟ طب اهم حاجه في العربيه ان هي توصلك المكان وخلاص. بالظبط نفس الكلام في الانجليزي. انت تنطق نطق معفن واللي قدامك يفهمك بصعوبه، ولا تنطق نطق صح واللي قدامك يبقى مستريح وهو بيكلمك؟ لما رحت مايكروسوفت قعدت 6 شهور وكان المفروض اترقى، ولكن لان في واحد الاكسنت بتاعته كانت احسن مني حاجه بسيطه رقوه هو، لان اللي بيمثل الشركه لازم تكون الاكسنت بتاعته مظبوطه وهو بيكلم الكلاينتس في الميتنجز. خلاص انا هدرس ال 32 صوت دول. يلا خدت منك اللي انا عايزه، غرفه داهيه بقى. دي جزاتي. طب اللي انا قلته لك ده ولا حاجه من غير اللي جاي، ومش هقول لك اللي جاي. يلا شوف لك صانع محتوى تاني. خلاص عشان خاطرك بس اعمل لايك واعمل سبسكرايب كمان. انت لو درست فوناتكس بس هتبقى عامل كده. I played that Pribadium by the wrong front line today. Oh, the raising man with an ash marine? Don't for me you greet that Trajan. No, her station is trapped. I mean, why the Crest soldier for the Magdalene nation is further grat to my Joseph. Joseph the Magalon? Magalon my shit. فلازم تحط خطه متوازنه ما بين الثلاثه: الفوناتكس والجرامر والفوكابلري. ممكن تخلي شات جي بي تي يعملها لك. طب اقول له ايه؟ هتتعبني معاك. ماشي، هقول لك وامري لله. هتقسم له الموضوع ده لمجموعه من الاجزاء علشان تتعلم انجليزي في 4 شهور، فهتمشي اسبوع اسبوع. في اول اسبوع على سبيل المثال هتقول له اعمل لي خطه لتعليم الانجليزي في الثلاث اقسام دول: الفوناتكس والفوكابلري والجرامر، علشان اخد منهم الاساسيات. هيبتدي يديك دروس وتبتدي بقى تشتغل عليهم. وحاول لما تخش على الاسبوع اللي بعده تخليك في نفس الشات عشان يفضل متابع معاك. طيب انا عايز اقول لك ان لحد هنا انت ما عملتش حاجه، كل ده صفر، ولو عملته مش هتوصل لاي حاجه، ومعظم الناس بيقفوا هنا. وعشان كده انا كنت عامل فيديو كامل عن العلويه. لو انت علم خش شوف. لو حطيت الخطه ودرست كل الدروس اللي فيها وما عملتش الاكسرسايزز وطبقت، مش هتوصل لحاجه، هتبقى زي 80% من الناس بياخد المعلومه وبعدها بشويه بينساها. الطريقه الوحيده علشان تثبت المعلومه هي التطبيق والتكرار. بس ايه هي الاكسرسايزز اللي هعملها علشان اطبق؟ هقول لك على حسب القسم. في الفوناتكس في الشادوينج، ده انك بتدرس صوت بعدها بتتفرج على فيلم او اي فيديو بالانجليزي وتعيد وراه الجمل اللي فيها الصوت ده. مثلا انا خدت صوت اللي هو ده وكنت بتفرج على فيلم ولقيت الجمله دي، هسمعها كويس I'm going to bed.
going to bed. I'm going to bed. listening وأعيد وراه speaking. I'm going to bed. I'm going to bed. bed. في الجرامر بقى والفوكابلري مثلا في اكسرسايز انك تجيب صورة وتحاول توصفها، ده هيساعدك تعبر عن نفسك ومع الوقت هتبقى بتفكر بالانجليزي. فمثلا عندنا الصورة دي عايز اعبر عنها، هقول she is watering the plant، هي بتسقي الزرع. عشان ما تتعبش نفسك احنا عملنا لك كل ده في مكان واحد. خش على اللينك اللي في الديسكربشن هتلاقي كل الاكسرسايزز ومنهج مترتب زائد مدرس بيتابع معاك، والسيستم حولنا بيه رحلة تعليم الانجليزي للعبة فيها كويزز ونقط، والماتيريال بتقف على الكلمة كده بيجي لك النطق والفوناتكس بتاعها. بص كده though, tough, bow, bow, وطريقه الشرح بتكون كأن الدحيح بيشرح لك بالظبط، ممتعه وما تزهقش منها. التلاميذ اللي جوه بيقولوا لنا احنا بنعد الدقايق مستنيين المحاضره. لو عايز تعرف اكتر دوس على اللينك اللي في الديسكربشن اللي هو ingleasyedu.com.